السلام عليكم خوتي خواتاتي. انا في البحر كنفجر كلامي للبحر ماشي ليكم نتوما. كنفجر كلامي للبحر كي كنت عايش في الحبس بلا ما نهضر. كنت عايش في الحبس، كنت عايش بخير وعلى خير، ما كان خاصني حتى خير. واكل شارب ناس، عس عليا بالليل والنهار، كانت عليا الحراسة، الناس كانت عليا الكاميرا كيسوميو عليا. لكن حاجة وحدة اللي كانت خاصاني هي الحنانات الوالدين والخوت والحباب والصحاب، هما اللي كانوا خاصيني. هاد العيبة هادي هي اللي كانت خاصني، وكنت محروم منها بزاف بزاف، محروم من هاد البارتية. خوتي خواتاتي، بغيت نوصل لكم، كنوصل رسالة لهاد الشباب اليوم اللي شوية لاباس، اللي شوية راسو قاصح، اللي شوية هاد الشباب الضمير ديالو مفوت. فيق فيق اولدي، فيق اولدي. اللي بغيت نوصل لك راه لهيه ما يعجب، كان كيعجب، دابا غير نسى، راه غتعذب والله ولدي تتعذب. وتعذب معاك والديك، وتعذب معاك خوتك، لانك انت غطيش. اسمع هاد الرساله اش غنقول لك. انا ضارب قده وقده وقده بدون افتخار ديال الحبس، وانا ما خاصنيش نشبد انا هادشي هذا كاع، فهمتي؟ هادشي خليتو لهيه، خليتو للناس ليه. وكنطلب الله بان انا ما يوصل حتى واحد لهادشي هذا، فهمتي؟ وانا هادشي هذا اللي حشو في البحر، هاد الحبس وهادشي اللي حشو في البحر، اللي حشو للبحر، والقلب ديالي كينضر. وخوتي اللي بغيت نوصل لكم، عيني وميزاني اللي بغيت نوصل لكم. اليوم جيت لهاد البلاصه هادي باش نتفجر، باش نخوي قلبي للبحر. خوتي خواتاتي الشباب، اليوم انا جمعتكم كاملين. انا عندي واحد الرساله. انا كنت كنعيش في الشجون المغربيه، لا يجب اذكار الاسم ديالها، هي بزاف ولكن راه ما فيها فيدا. واخا تاكل واخا يحطوا لك الغنمي والمشوي والملوي، واخا يحطوا لك اللي يحطوا لك، كتبقى ديما الشون مربوط. الناس راه عندها الملاير ومشدوده، وما كرهاش ساعة الحرية، ساعة ما كرهتهاش، وتشريها بالفلوس. الناس في الحبس حيت نوصل لكم واحد الميساج كما كيقولوا شي ناس، لأن السجن ماشي هو نهاية العالم، لا، هذيك راه محطة، هذيك محطة فين يتعلم الإنسان، فين يستافد الإنسان. أنا كنقول لكم اش كيدور في الشجون المغربية. هذه غير الحلقة الأولى اللي غنقول لكم، وغادي نبدا لكم غير الراس ديالها باقي، لان هذا فيديو ديالي، فهمتي؟ باقي مع الصحافه، باقي الناس غيديروا معايا استجواب على هادشي ديال الشجون، فهمتي؟ لانني انا كبرت غير في الشجون. انا ما نبغيش شي واحد لهاد البلاصه هادي. انا نبغي لكم الحريه، ونبغي البنادم يعوم في البحر ويستافد بعويناته. هادشي راكم تطلبوا وتطلبوا الله سبحانه وتعالى، لانكم في الارحام ديالو عايشين في الخيرات ديالو. قولوا عاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله يطول لنا عمره، والله يشافيه. المهم اللي بغي نوصل لكم، بقى عندي دوزيام والثالث والرابع اللي يعطي لكم واحد الرساله بسيطه. تخيلوني انا وليت دكتور، تخيلوني ضابط ممتاز، تخيلوني عسكري، تخيلوني بحري، تخيلوني بيلوت. غير تخيل وتا انا راه نتخيل معاكم، تا انا كنتخيل راسي. علاش الدولة تخليني نخرج بحال هكا، ني ضابط ني ممتاز ني والو؟ علاش الدولة حقرتني؟ علاش الدولة ما دارتش ليا فين نعيش؟ علاش؟ حيت ما قريتش. لا كون قريت ما نوصلش لهادشي هذا.
وما نوصلش نولي مجرم، وما نوصلش نولي بزاف الحوايج، وما نوصلش نكون نبيع المخدرات، وما نوصلش نضرب بنادم، وما نوصلش نكون واحد الانسان ما يسواش. انا قريت مزيان وندمت على اي حاجه درتها، ندمت عليها. انا تحقرت في بلادي، ولكن ماشي المخزن اللي حقرني ولا الدوله اللي حقرتني، انا اللي حقرت راسي بيديا. انا حقرت راسي بيديا وربي هو شاهد عليا، لانني انا ما بغيتش الخير لراسي. انا قلبي بيض، كنت كنقلب على فين نعيش، ولكن لقيت غير الريش، ما لقيتش فين نعيش. قلبي ضيق وانا تزيرت وخرجت لهاد الطريق هادي. انا خوتي خواتاتي، انا ما غاديش نزيد نطول عليكم بزاف، لان قلبي عامر من الداخل ومقيح، عندي القلب مقيح فيه بزاف ما يدار. ولكن راه ربي شاهد علينا، وكنطلبوا ربي يعفو علينا. يا ربي تعفو علينا قدام هاد البحر، يا ربي تعفو علينا. السلام عليكم.